بسم الله الرحمن الرحيم. متابعيني الكرام، النهارده هعمل لكم طريقه فرخه في الكيس الحراري. هعملها لكم بتتبيلتين: تتبيله بداخل الفرخه وتتبيله خارج الفرخه مع الخضار، وطريقه هتنجز معاكم وما تاخدش وقت وسهله وهتعجبكم ان شاء الله. جربوها وتتابعوني وتقولوا لي عجبتكم ولا لا. يلا بينا نبتدي نعمل التتبيله الداخليه للفرخه. نص معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسمر، نص بهارات مشكله. اللي حابب يحط جوز الطيب يحط، هتوديها في حتة تانية خالص. بصلاية صغيرة مبشورة، فصين توم، بس كده. نبتدي نمكسهم مع بعض. دولت هيضيعوا اي ريحة ويدوا طعم من داخل الفرخة من جوه. عاوزكم تجربوا التتبيلة ديت في اي فرخة بتعملوها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نحشيها من جوه كده في الفراغات اللي في الفرخة كلها. ما في تتبيلة تانية برضو اللي انا هعملها، هحط برضو تحت جلد الفرخة. ديت خلاص كده، انسي ريحة اي زفارة او اي حاجة ما بتعجبش اللي بياكل، هتضيعها كلها. بس احنا فاتحين الفرخة ازاي، ورافع الجلد بتاعها ومقطع الصدر على 2 عشان يشرب التتبيلة اللي هنعملها دلوقتي حالا معاكم. وهنبتدي معاكم دلوقتي التتبيلة التانية للفرخة. نحط شوية زيت. بص يا ست الكل، معانا البهارات الصحيحة اللي هي الزعتر والروزماري، ومعانا بابريكا، بهارات فراخ مشكلة، فلفل اسمر، ملح، حبهان، ومعانا ورق لورا. تمام. نحطهم على الزيت، نحط كله مع بعضه ونمكسهم تمكيسة حلوة. تمام. نقلبهم تقليبة كويسة كده مع بعضيهم. يلا بينا نمسج بيهم الفرخة، وهسيب منهم شوية عشان احطهم على الخضار اللي هنحطهم مع الفرخة في الكيس الحراري. تمام. يلا بينا نحطهم على الفرخة كده بالشكل ده، بالطريقة ديت، ونمسج بيهم الفرخة من جميع الجوانب كلها، من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الزعتر والروزماري والبهارات الصحيحة ديت بتدي طعم وريحة خطيرة لأي حاجة. تمام. من داخل الفرخة كده، الصدر كله، الجناب من جنب الوراك، عشان كل التتبيلة تتشرب في كل الفرخة. تمام. يلا بينا نجهز الخضار بتاعها عشان نحطها وتبقى جاهزة للكيس الحراري وندخلها في الفرن على طول. وطبعا بنبقى مجهزين الفرن قبلها بربع ساعة او ب10 دقايق يكون سخن، عشان ما ينفعش تخش على الفرن وهي هادية خالص. وبعد ما شلنا شوية من التتبيلة اللي احنا كنا مسجين بيها الفرخة، ننزل بالخضار اللي احنا مقطعينه ومجهزينه. بطاطساية او 2 زي ما انت حابة حسب الكمية، وجزر وفلفل الوان وفصين توم متقطعين مع بصلاية صغيرة، ونمكسهم كلهم مع بعض يشربوا التتبيلة بتاعت الفرخة. وحاطط نص ليمونة برضو تدي تيست، وحاطط قرن فلفل حامي بحسب الرغبة، على حسب ما بتحب. طبعا في اطفال كتير ما بتحبش الحاجات الحامية، فاحنا بنتلاشوا وبنتغاضوا عن الحاجات الحامية للاطفال دي، عشان كل الاطفال تاكل الحاجات والخضار اللي احنا عاملينه دوت. وانتوا زي ما انتوا طبعا عارفين ومتعودين معايا
لان انا بحب ادخل الخضار في كل الاكلات اللي انا بعملها. يلا بينا نحطها في الكيس الحراري. نبتدي نجهز الكيس كده، نقلبه لبره شويه تلت الكيس عشان نعرفه نظبط فيه الحاجه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نحط الصلصه، نحط شويه من الخضار في قلبها هيطعموا معانا. بقى الخضار نحط نصها كل دوت هيتشرب معانا بالميه بتاعتهم. الخضار كله ميه، الفرخه طبعا الطرفين كلها ميه، كل دوت هيتشرب لوحده، فمينفعش نحط معاها اي حاجه تانية ولا اي سوائل. نبتدي نقفله، نحط طبعا من تحت شويه تحت الفرخه، ننزل معانا كده نعرف نقفل عليها كويس. بعد ما قفلناها كويس القفل بتاعها نديها فتحتين تلاتة كده بسيطة من فوق عشان المية بتاعت الخضار ما تطلعش، تطلع البخار بتاعها بس. يلا بينا على الفرن. دلوقتي زي ما انتم شايفين شكل الفرخة وريحتها حاجة ما شاء الله. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، وتابعوني في الصفحة عشان تشوفوا كل جديد مع مطبخ مرجان كيتشن. محمد مرجان.